يعني عاوز اقول ايه بقى؟ ارتيتا دون في حاجه لله. تعادل 1-1 رايح جاي، طق طق طق، ياخد ضربات الجزاء. بصراحه ارتيتا دون يعني تحس الارسنال لولا ارتيتا ما كان وصل للمكان اللي هو وصل فيها دي. لا بصراحه ارتيتا الاسباني دون مدرب مخضرم، ولد بصراحه انا شايفه من اذكى مديرين فنيين الدوري الانجليزي. زائد انه بصراحه قال كلمتين في حقنا كده: رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. لما قالها بالعربي كده بصراحه الواحد قلبه كده فرح. تيجي لتشافي وبرشلونه، برشلونه 3 أهداف على نابولي. بصراحة برشلونة تستاهل. كمان تشافي دون إنسان محترم جدا، وتحسه إنه عاوز يعمل حاجة لبرشلونة، ولكن الماديات مش مدياله الفرصة بتاعته، مش مدياله استطاعته إنه يعمل حاجة مع برشلونة. ولكن تشافي تحسه إنه مدير فني مخضرم أيضا، ولو راح الدوري الإنجليزي لا هيعمل حاجة كبيرة جدا. لو راح مع نادي في الدوري الانجليزي معاه فلوس، لا هيبقى حاجه كبيره، وهيخلي النادي حاجه كبيره. تشافي لو برشلونه ما استخدمتوش صح وجابت له كل اللي هو طالبه، يبقى معنى كده ان تشافي ممكن في لحظه او يوم وليله يسيب برشلونه ويسحب على الدوري الانجليزي، يعمل له اسم من جديد في اي نادي يمسكه، بس المهم يكون نادي معاه فلوس. مبروك الارسنال ارتيتا الصعود، مبروك لبرشلونة الصعود. ولكن انا بتكلم ان الكرة العالمية فيها تطور كبير جدا، فيها تطور. ان انا ما خلاص ما عنديش حته اني صاحب الارض ولا انا ضيف على الارض. لا لا، ما فيش. احنا من يومين شفنا كريستيانو وكل النجيله في السعوديه مع النصر والعين الاماراتي، ولكن بالنهايه حصل ايه؟ انتهت المباراه ضربات ترجيحيه، وشفنا النصر اللعيبه كلها مش عارفه تجيب ضربه جزاء، مش عارفه تجيب ضربه ترجيحيه. لعيبه النصر كلهم مفيش الا غير مين؟ هو كريستيانو، والباقي كله ضيع. وانت بعدين كمدير فني للنصر، انت المفروض الف بيك كرة يا كريستيانو يا ساديو ماني يشوط الكرة الاولى. الف بيك كرة بيقول لك كده انك انت اللي دخلت ضربات ترجيحيه. الف بيك كرة بيقول لك واحد في الاثنين، يا ساديو ماني يا كريستيانو هو اللي يشوط الكرة في الجول. انت حضرتك رخيت وخليت ساديو ماني وكريستيانو، في الاخر كان العين الاماراتي سحب باول هدفين وعدى منك، خلاص طلع منك فوق 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 السد العالي خلاص. يبقى انت معنى كده انك انت خسرت بنفسك، انت خسرت نفسك. الكرة خدمتك في الملعب، مع انك ما كنتش تستاهل تفوز على العين، او ما كنتش تستاهل التعادل على العين الاماراتي، ولكن الكرة خدمتك وتعادلت معاهم بشق الانفس ووصلت للضربات الترجيحيه. يبقى خلاص انا استخدم ضربات ترجيحيه صح، اخلي كريستيانو يشوط وراه ساديو ماني. انما انت عملت ايه؟ خليت اللعيبه الثانيه اللي هي الشوط وضيعوا الدنيا. تيجي ان العين الاماراتي تسحب على طول، ما توقفش خالص من الاول للثاني للثالث للرابع، ولو راحت للخامس كانت هتجيب الخامس برضه. ولكن النهارده بتكلم على الكره العالميه يا جماعه. الكره العالميه فيها انتشار كبير، لازم المصريين يفوقوا والدوري المصري يفوق. الدوري المصري لازم يبقى اقوى من كده وافضل من كده، الحكام لازم تكون افضل من كده واقوى من كده عشان العداله يا جماعه، واحنا في شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجال مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. رمضان الراديو ادفي الحجز العوينيه. السلام عليكم.